لكن انا مش عاجبني اللي بيحصل في الزمالك يا جماعه. يا جدعان ده القطب الثاني للكره المصريه. يا جدعان دي تاني احسن فرقه في افريقيا. ان الفرقه تبقى بالمنظر ده، فاحنا كده مش في منافسه. مع احترامي الكامل لبيراميدز، انت يا باشا ما تجيش حاجه في الزمالك ولا في تاريخ الزمالك. طب انا هقول لك بقى الزمالك ازاي يقدر يكمل الموسم ده او ازاي يرجع السنه الجايه ايا كان. بس هو عشان يقدر يكمل ويحفظ مركزه في الكونفدراليه ويقدر يكسب الكاس من بيراميدز يلعب كده. تمام، تعالى يا باشا. انا كان نفسي اقول عواد، بس بعد الجون بتاع بيراميدز ده انا ما عنديش ثقه فيك. ما عنديش ثقه فيك ككوره، انا مش بقول انت مفوت. تمام. طيب ناحيه اليمين انا ما عنديش غير عمر جابر. تمام. ناحيه الشمال بنتايج، وقلوب الدفاع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. نيجي لمعركه نص الملعب. معركه نص الملعب المره دي مختلفه تماما. انا محتاج لعيب الكوره على قد ما اقدر في الملعب. طيب لعيبه الكوره بتقول كالاتي: اول حاجه محمد شحاته، جنبيه احمد فتوح، تحتيهم عبد الله السعيد، تحتيهم احمد حمدي، وقدام ناصر ماهر وناصر منسي. ايه ده؟ انت مش هتلعب باجنحه؟ هي فين الاجنحه يابا؟ ده الزمالك مكسور الجناح. صباحك فل، اسمع مني الكلام. عليا النعمه الزمالك مكسور الجناح. مين الجناح؟ الجفلي اللي جه اتصاب، زيزو اللي راح الاهلي، مصطفى شلبي اللي عامل لي فاكر كريستيانو رونالدو ماشي بيعاتب لي نفسه على الخط في الممر. لا يابا انا العب بنصر منسي. طب انا ليه هلعب كده؟ بص يا معلم، انا محتاج اعمل حاجه اسمها بوكس ميد فيلد، يعني الصندوق بتاع نص الملعب. طب ده يحصل ازاي؟ محمد شحاته هنا اهو. تمام. انزل يا فتوح هنا، تعالى لي يا احمد يا حمدي، انزل يا عبد الله في مرحله تحضير الهجمه. فبالتالي ده اسمه بوكس ميد فيلد. انا محتاج اهاجم، لا خش لي يا ناصر، تعالى لي يا فتوح انت وبنتايج، انزل يا عبد الله يا سعيد، تعالى لي يا محمد يا شحاته. فانا وانا بهاجم بقى عندي قد ايه؟ 4 1 2 3.